المقدمة كانت أكثر من كافية لتقدير الأخ المحترم، وباش ما نضيعوش عندكم بزاف غادي نعطيكم واحد نظرة خفيفة على التطور ديال هذا المشكل. المشكل كيتعلق بواحد المركب ديال الصيد ديال الأسماك في الجار مرقم بمدينة تنسفي، كنت كنملك فيها أنا 25%، والسيدة اللي دعاتني مع الابن ديالها والبنت ديالها ومع عائلة كيملكوا 75%. أنا اقتنيت هذاك الربع في 23/5/2009. أنا بغيت نأكد على التاريخ لأن هو التواريخ ملعوب فيهم بزاف. أنا في 23/5/2009 اقتنيت الربع ديال المركب، وفي هذيك الفترة ديال من التالي ديال 2008 للتالي ديال 2012 كانت هذه السيدة هي اللي كانت مكلفة بالتسيير ديال المركب، هي وولد خالة راجلها اللي كان مكلف بالمركب، هما اللي كانوا مكلفين. أنا دخلت في الوسط ديال العام وغادي نبقى معاهم حتى الأخير ديال العام 2009 اللي غيكلفوني بالتسيير. لأن علاش بغيت نورك على هذا التاريخ؟ لأن هو من بعد في المحاكمة ولاو كيحملوني المسؤولية من نهار شريت، ماشي من نهار وليت مسؤول. أنا وليت مسؤول بوكالة في شهر 12/2009، ولكن كيحملوني في الأحكام كلها كيحملوني مسؤولية من نهار شريت، وأنا كنت ما كنسيرش المركب، ما كنتش كنسير المركب. على كل حال في نهار 15/6/2012 حنا خدمنا 3 سنين في الجميع بالمجموعين كشركاء. تقدمت هذه السيدة بشكاية للسيد وكيل المال تتهمني فيها بخيانة الأمانة. من بين النقاط اللي ذكرت معايا قالت لي كتبتي بأن راه ملي طلبت مني محاسبة أنا فاجأتها بأن المركب عليه ديون، وهي في واحد الفترة من 2000 من شهر جوج حتى شهر 4/2011 كانت المداخيل كلها كدوز لها حسابها هي في هذيك الفترة معينة، وبالتالي مادام كانت كدوز لها المداخيل هي كانت مكلفة بالمصاريف. ومدت الشركة كانت ديال المحروقات في العيون سميتها الصافية الحمراء، مدتها بجوج شيكات هما مسنين من عندها، 2 شيكات فيهم ما يقرب من 20 مليون وما وفرتش لهم فلوسهم. واضطريت انا وليت كنخدم في السفي وكنجمع فلوس وكنعطي قسط باش نخلصها، وقالت لي انا فاجأتها بالديون وهي ما خلصتش 20 مليون ما خلصتهاش. يعني هي لا ما كانتش باشرت بالديون، على الاقل ساهمت في التراكم ديالهم على المركب. وهذه الوثائق هنا كتبت بان هو الفلوس كانت كدوز لها وبين هاد الشركات كاينين. على كل حال حنا ملي دزنا النيابه العامه قالت لهم بان هو انا ربطت الاتصال بالمكتب الوطني للصيد في كل مناسبي والدار البيضاء وأكادير وطنطا والعيون، ومدوها بشرط ديال المبيعات وصل 8 مليون ديال الدرهم. 8 مليون ديال الدرهم. انا ما شفتش شي وثيقه في المحاكمه كامله فيها هذا الشيء. هذه الوثيقه ما تعطاتش لها لا اصلا لها، ما كايناش لا وجود لها، ما كاينه شيء. لان الخبير ملي حسب شحال تاع الفلوس داز على حساب هذا المركب ما وصلش 500 مليون. هي قالت بان هو عطاوها 800 مليون، والنيابه العامه كملت منها الشكايه بلا ما تعطي حتى شي وثيقه تثبت. 8 مليون كلها رزقت لي انا داري انا ما شدت منها حتى شي وثيقه. وقالت لهم بان هو قلت لها في التاريخ بان ما كاينش مبيعات، لا وجود للمبيعات، وهي كتقرر قدام قاضي التحقيق بان هي فعلا عملت على صرف مجموعه من الشيكات خرجتهم من البنكه ودفعتهم للنيابه العامه ودفعتهم للسيد قاضي التحقيق. هنا اول مره من النيابه العامه ومن الشرطه القضائيه حتى التحقيق هذه قررت بان هي راه صرفت، شدت فلوس وصرفت. ما في الاول كتقول ما شديتش، عمرني ما شديت ريال، ما عمره عطاني شي ريال. هو كتبها هي عندي في التقرير تاعي، التقرير هو قلنا بان هي فعلا عملت على صرف مجموعه من الشيكات بمبالغ ماليه جد هزيله. المهم راه شدت فلوس. الشيكات ملي كنجيو الخبره لا اثر لهم. هاد الشيكات هي كتقول بان خدات صرفت الشيكات، ولكن ملي كنجيو الخبره ما كاينينش، ما عطاتهمش الخبير، ما كاينينش. واش هي اللي ما عطاتهمش شيء، واش هو اللي واش يحسبوا، واش داز شي اتفاق بيناتهم؟ انا ما عرفتش كيفاش داز هذاك الشيء بيناتهم، ما عرفتش كيفاش. السيد قاضي التحقيق يهضر على المردوديه العاليه التي تفندها وثائق الملف. انا ما شفت شي وثائق، ما عمرهم عطوني شي وثيقه قالوا لي هذه الوثائق راه كتثبت هذه.
وقال بان هو يشير الى اشهادين صادرين عن المكتب الوطني للصيد. خصهم يكونوا 5 اشهادات، لان راه 5 مدون، ماشي غير 2 اشهادات. هما 5 مليون ما وصلش 8 مليون، هو داير غير شهادين 2، يعني ما غادي يوصلوش فين ما يوصلوا هذا الشهادات. يعني الملف متقل بوالو، غير بالهضره بالهضره. ما وفي التالي واخا قال بان هو راه صرفت، في الاخير اتهمني بالاستحواذ على الارباح في قضيه التحقيق في النيابه العامه، ماشي على قسط من الارباح، استحواذ على الارباح. يعني باش ديما كيصغروني انا وكيكبروا هما المسائل ديالهم. انا ديما فيما وقفت هادشي واحد جديد ولا اول مره خاصو يشوف في ديك الشوفه الاولى اللي قرا هادشي بانني انا فعلا راني شفار وراني مختلس وهذه قسط من الارباح. وزادني كاع هو قال لهم حتى المصاريف ما كانش كيصرفها وكان كياخذها. وزادني اجتهد كاع هو اكثر، وزادني جنحة النصب. انا كنت داعيني الناس غير بخيانه الامانه ويزيدني جنحة النصب تاعي. في الاخر طلبت منه قلت له ودي واجهني مع الشهود. قال لي راني غادي نعتقد. قال لي ما كاينش شهود. قلت له ودي واجهني مع الشهود، راه شهود الزور، راه كلهم الدوله اليمين القانونيه ونكروا موجبات التشريع، وهما واحد عم الدراري وواحد متخالط عم الدراري، والشاهد الثالث اللي هو رئيس كيقول في الوظائف ديالو بان جريت عليه من الخدمه. يعني راه كاين ديما هذا خلاف بيناتنا خصوها، يعني ما خصوش يتقبلوا. قلت له واخا واحد امر باجراء خبره ولا الخبير قال لك بانني سرقت ولا شي حاجه يتكتبوا لها صافي. وراك على واحد هادشي خسر عليا، وراك على واحد البوطون جا واحد البوليسي قال لي دي 5 اشهر ولا في الحبس على هادشي. ما كاين حتى شي وثيقه اثبات. الشهود كي قلت راه كاين واحد خو راجل هاد السيده، وكاين ولد خالته، وكاين هاد الرئيس. هذا الرئيس تكسل قال لهم بان هو غبر كان خدم معنا ومشى في حالته في شهر 10 2006 وحتى عيطت ليه هي في شهر 6 2012 يجي يشهد عامين تقريبا عامين. وكيقول بانني انا اختلست الوقت اللي كان هو اختلست من المداخل 44 مليون. مستحيل انك تسرق في البحر ويخليك البحري الصغير ما يخليكش شاهد، ما يخليكش ديرها. وكاين واحد الحاجه مهمه في البحر، هي لا داعي باش تمشي للمحكمه ولا باش تحقق. كتمشي للمندوب، مندوبيه الصيد البحري، كتمشي كتقول لهم نمشيو 3 ولا 4 ولا هذا الباترون سرقنا، كيشدوا من عندك الوراق ديال الباركو كيلوحوه في المجر، كيقول سي تحل المشكل ديال هذوك الناس اللي جا عندك الباركو باش تخرج. عرفي هادشي عرفي كاين في البحر، ما كاينش. يعني انت 44 مليون ملي جيت تحسب انا لقيت هذيك 44 مليون فعلا كون سرقتها، الرئيس بوحدو ضاعت عليه اكثر من 3 مليون في الباي ديالو في حقه. والبحري اصغر بحري ارخص اقل خلاص ديال البحري في البحر كان مشات ليه فهاديك 10000 درهم. 10000 درهم يخليك البحري اش كياكل هو اش كيشد ليه ولا يصبر لك في 10000 درهم. يعني هذا كلها مقبوله، اللي كان شي حاجه مقبوله، اللي كان شي حاجه مقبوله. انا ملي كنوقف قلت لهم ودي راه المقابل راني انا شديت عليه اختلاسات ولقيتو كيدير ويدير ما سولوش حتى واش هادشي صح ولا كذب، ما سولوش كاع، ما سول. ما كاينش في هاد التقارير اللي كاينه شي جمله كتقول واش هذاك السيد اتهمك بانك كتخلص والصح ولا كذب، ما كاين شيء. وكل شيء هاد الشهود غير الاقوال، ما يثبت ما كاينش وثائق يثبت كل شيء. والاموال ولات كتثبت في هذا الوقت هذه ولات تثبت غير بالاقوال، غير اللي جا يدعي شي واحد ويهضر وصافي راه يدو في الحبس. وهاد الشهود هادو باش غنناقش شي شويه باش نسالي مع الشهود. دزنا في محكمه الاستئناف حضروا معنا 6 ديال الشهود، 3 من جهتي انا و3 من جهه السيدات المشتكين. حضروا شدوا لي كارت ديالهم وحضروا، عيطوا لهم حضروا خرجوهم برا قالوا نعيطوا لكم واحد عيطوا على الشاهد الاول ديالها، الشاهد الثاني ديالها، الثالث ديالها، عيطوا على الاول ديالي سولوه نفس السؤال. حضر العمليه الصلح بيناتنا، وفي هذيك عمليه الصلح كانت اعترفت بان شدت واحد القدر تاع الفلوس ما يفوق 30 مليون ما سولوش عليها. حضرت الصلح اياه السلام عليكم وحبسوا على دوك 2 اخرين ما عيطوش لهم. هذه كاينه عندي في المحضر تاعي ما عيطوش لهم، تصنتوا لواحد من الشهود ديالي انا وغير نص السؤال نعطوه، نص السؤال ما عطوش حتى سؤال ديالو. من هنا دزنا الحكم اسيدي ديال ولينا كنجيو
للرئاسه، كنحضروا في الاحكام سير جي سير جي. واحد النهار خدات المحكمه قرار باش غدير، صدرت واحد الحكم ابتدائي تمهيدي اللي فيه غادي تطلب باش دار خبره حسابيه. انا باش ما نضيعش لكم الوقت بزاف ونعطيكم غير المهم في هذه النقطه هذه بزاف كاع المهم. جات في التعليل كاتبين: وحيث ان المحكمه لا تتوفر على العناصر الضروريه للبت في النزيله، موضوع الدعوه ومقدار المصاريف ومداخل المركب، المده التي كان يتولى فيها المتهم تسيير المركب من شهر 5 2009 الى غايه 5 2012. اش قلت لكم قبيله؟ ردوا البال الشهوره على التواريخ لانها مردوها لي مسؤوليه من شهر 5 وانا راه شهر 5 الى 20 ما كنتش مسؤول. مما ارتأت مع المحكمه قبل البت في موضوع النازله الامر تمهيديا لاجراء خبره. هي درك المحكمه كتقر بان هي ما عندهاش لا تتوفر العناصر الضروريه للبت في النزيله. علاش انا شاديني في الحبس؟ علاش شاديني في الحبس اذا كانوا ما عندهمش شي الوثائق باش ما تثبتش؟ علاش عطاتلوني كاع؟ يعني النقطه اللي مهمه بزاف في الحكم هذا، السيد الرئيس ديال الجلسه امر باش دار خبره وعطى الامر ديالو بالتفاصيل للسيد الخبير، ولكن ما امرش باش نخرج انا من الحبس. انا بديت في الحبس والخبره غادا تلونصر، الخبره غادا دار وانا في الحبس. وهي راه في الاول ديال هذا دايرين بان هو وحضر المتهم معتقلا جاي، يعني عارفيني كلشي، الناس عارفيني جاي من الاعتقال، ما جايش من داري، عارفيني معتقل. السيد الرئيس امر باش ندير خبره ولكن ما امرش باش نخرج انا. كيف ندير الخبره وانا ما كاينش انا في الحبس؟ وفعلا هذه عليها الخبير ودار الخبره بلا ما يعيط ليا، وزاد ذكر في التقرير ديالو بان هو تعذر علي، تخلفت عن الحضور رغم استدعائي، وهو عارفني بانني انا راه في الحبس. كيف استدعاني وانا في الحبس؟ ما فهمتش انا علاش. يعني التقرير كي قلت قبيله مسائل فلوس كثيره تقالت وما دارت شيء. في الحكم الاستئنافي الاول هذه السيده احترنا الحكم وجاء في التقرير بان واحد سؤال اجابت بان استفادت من مداخيل سنتي 2009 و2010. قضيه التحقيق قال بان هي راه فعلا عاملت على صرف مبالغ ماليه بالشيكات، والاستئناف ذكر بانه هو راه عن سؤال اجابت بان استفادت من مداخل 2009 و2010، ولكن ملي كنجيو التقرير ديال الخبره ما كنلقاو ناقص ريال، ما كاينش ريال ناقص، ما كاينش كلشي. داكشي اللي تحسب كلشي غنخلصو دوبل، كلشي نخلصو نضرب في الجوج. هني قال الخبير بان هو واحد 57000 درهم 58000 درهم تقريبا بقات حاصله ديال المازوت باش يخلصوها هما ملي شدوا الباركو، وكانت الشاكات مسينيهم انا زادوا على حسابي، زادوا معوضهم السيده في داكشي اللي في المبلغ اللي قال الخبير. ولكن ثاني انسان ما قالش لهم باش يبدلوا الشاكات. دوكا هاد الفلوس ديال الشاكات قال لي انا غتعطيهم لهاد السيده لان هي محسوبه على الباركو وهي اللي مقابله الباركو، ودازت واحد 5 اشهر وما شدوني، دوزت فيها 24 ساعه ثاني في الحبس تخلص هادوك الشاكات. يعني وليت مخلصهم 2 مرات. يعني الخبير حكم في حسابه 109 مليون وزادوا هو 57 58 تقريبا ولات 115 مليون، وعاود خلص هادوما ولات 121 مليون. يعني فلوس غاديه وكتطلع وما كاين اللي غادي اللي هز ليا هذا المنهج. على كل حال هذا الخبير بين بانه هو غير كفء، ماشي في هذا الميدان، ماشي ميدان ديالو، ما عرفتش ليه. دار عمليه صبيانيه ديال واحد ناقص جوج والخارج قسموا على جوج وفرقوا علينا، ولكن هو فيه بزاف تاع الحوايج. وملي حضرت عنده انايا في ثاني مره ملي خرجت حضرت ثاني مره تاع الجلسه، واول مره الوثائق راه عندي هنايا، عندي واحد لائحه ديال الوثائق قداش هي هاي لائحه ديال الوثائق مرفقات عطيتهم ليه، شدهم من عندي هو شدهم من عندي هما فينا، وفي التالي لاحوا الزبل ضرب بهم على الحائط وكتب بان هو كان عليا انا نعطيهم المحاسب ديال الباركو ماشي نعطيهم ليه. وهي المحكمه طلبت منه، انا ما فهمتش هذا الكلام
المحكمه طلبت منه باش يدير خدمه معينه وعطاتو داكشي مفصل، ما قاليش ورينا شكون اللي غيدير الحساب، هو اكتفى قال لهم هذا الشيء خصو يديرو فلان محاسب وطوال الملف وخلاه صافي وخلى داكشي. وقبلته المحكمه قبلته قال لك بان راه الخبره جات منتظمه وحكموا عليا بهذا الشيء. دز الاستئناف وقع المشكل ديال الشهود ديالو اللي ما تصنتوش ليهم، مهزله وقعت بين اقوال ديال الشهود ديالها فيهم تناقضات وتضاربات في الهضره، شي كيقول حاجه وشي كيقول حاجه، وهزيت يدي ونبهت الرئيس على هذا السيد اش قال في الاول واش قال دركا، والاخر ثاني نبهتو عليه، ولكن حتى حاجه ما كتبدل، داك الشيء غادي بحال مصوب غادي مع شي سكه مصوبه، غادي داكشي مهود مع الطريق غادي ما كيتصرف فيه حتى شي واحد، كلشي داكشي غادي. وفي التالي ايدوا الحكم الابتدائي وزادوا واحد التهديد في العقوبه الحبسيه من 5 اشهر ل 18 شهر، زادوني قال لك ما تستاهلش 5 اشهر كتستاهل عام ونص. درنا عريضه النقد ب 17 صفحه، ها هي فينا هي 17 صفحه. محكمه النقد بالرباط خدات بعين الاعتبار نقطه واحده، ردوا الملف نقدوه، وملي جا تعرض على هيئه اخرى في محكمه الاستئناف بعد النقد الفلسفي، هذوك الناس هذاك السيد اللي شد الملف الغى الحكم الابتدائي وعطاني البراءه، وفي الدعوه المدنيه التابعه الغاء الحكم الابتدائي واتصل بي وتصريح بعدم الاختصاص اللي درت في المطالب المدنيه. قال لي مودي من هذا الشيء ماشي حنا خدمتنا، اللي بغى الفلوس راه كاينه بلاصتو، هذه محاكم تجاريه، يعني ما قال حتى شي حاجه، ولكن نقدوه وعاود داروا ثاني النقد والتنقد، وما تطرقتش بيننا وبين الاحكام ديال الابتدائيه وديال الاستئناف كيكونوا حجوزات تحفظيه شويه كننتقل ملي صدر الحكم الاستئناف التأييد صدق باعوا لي باعوا لي نيت الباركو ماشي هو بيعوا، باعوا لي الباركو داو لي شي في 14 مليون كانت حزوا عليها داوها ليا، والمنزل ديالي كي قال الاخ حزوا عليه. انا ملي جديت الحكم جديت البراءه في هذا الحكم صارعت وطلبت باش رجع لي الفلوس ديالي، حكمت لي المحكمه الابتدائيه باش نشدها، قالوا لي مودي السند اللي كان عندكم راه تلغى، ما مشاو داروا استئناف ايدي الحكم عطوني فلوسي، وقلت لهم مودي ابطال البيع وارجاع الحاله على ما كانت عليه، باقي هذيك الساعه البيع تم، ولكن مازال في الامارين مازال ما تمش، ما دارش الوثائق ما بغاوش يتصنتوا لي. الملف داز عندهم اكثر من عامين، شهر على شهر كيردوه، علاش؟ انتظار مع النقد، وبالاجماع الناس كلهم اللي شافوا هذا الموضوع شافوا هذه القضيه كيف قلت لك النقد ما عنده لا مدخل في هذا الشيء، ما عندوش مدخل في هذا الشيء، ما يقدرش يوقف ما يحبش هذا الشيء، خاصهم ينضربوا. وبقى تنقد الملف، حرموني واحد فتره معينه، حرموني باش نحيد الحز على الدار، ودروكا كي قال الاخ انا متهم باش يبيعوا لي المتابع باش يبيعوا لي الدار، وكل نوبه كيمشي مشاو داروا خبره تلاعب فيها الخبير ودار ثمن ديال الباركو ب2 دريال، تباع ثمن بخس بزاف كاع باش شراو لي الربح ديالي. وبقى ثاني انا النقد وعاود مشى وعاود رجع وعاود مشى وعاود رجع، حتى اللي داروا لي في محكمه النقد في الطلب، دوكا راه في الطلب داروا لي بانه راه صافي. على كل حال المهم هذه خروقات كثيره، وانا مستعد اي واحد بغى شي معلومه ولا شي اثبات ولا شي حاجه تحمل مسؤوليته وعندي الوثائق ديالها، ما عندي حتى شي حاجه، ما خلقت حتى شي حاجه من راسي، كل شيء عندي الوثائق ديالها. انا كندخل نزيد واحد القضيه، هي وقت ما دخل شي جلسه ولا المحكمه كيتصور ليا بحال كنتحاكم مع المحكمه ماشي مع شخص معين، بحال المحكمه اللي كنتحاكم انا وياه، اللي دخلت عنده كيتعامل معايا معامله بحال ما كاينش انا. الهضره اللي كنقول ما كيقلبوها ما كيسولوا فيها، واخا نطعن في شي حوايج. هاد الوثائق كامل الشكايات بزاف ديال الشكايات درت، كلشي المنابر كتبت لهم كلشي الشكايات، كنطلب غير التحقيق في الخبره. الخبره ما كنتش فيها انا، الخبره عندي وثائق حره، انا باش متهم بخيانه الامانه. علاش؟ حيت انا كنت مقابل، انا اللي كنت كنقابل، انا اللي كنت كنسير، يعني ملي كنت كنسير عندي وثائق ديال التسيير. غير التامين راه 16 مليون حتى 18 مليون ديال التامين، الضريبه، الماتيريال،
لونتروتيان ديال الباركو كامل كله على حسابي، انا اللي كنت كندير الوطاج ديالو عندي ما كيتصنت لي حتى شي واحد. كنقول لهم دير هذا الخبره راه ماشي معقول، راه غير معقول باش تشارك مع انسان 30 شهر ويقول لك ما عمرك عطيتيني شي ريال، غير معقول. غير معقول شي واحد انت وياه شريك 30 شهر ويوقف قدام ديال العام ويقول لك يدير بحالك ما عمرك عطيتيني شي ريال. كلشي هادشي داز غير بهضره، اثبات ديال شي وثيقه ما كايناش من النيابه العامه وغادي من النيابه العامه. خداو الباركو من ورايا هما وسيلوه وبداو كينهبوا وكيبيعوه في النوار باش ما نوصلش انا الحقيقه ديال البيع ونشد حقي. درت فيهم شكايه، نفس الشكايه اللي داروا معايا هما. الفرق اللي كاين هما غير هما داروا معايا شكاو بيا وطبقوها، يعني هما تعمدوها. حتى انا كاع الا زلقت في شي حاجه هما تعمدوها، لانهم يلاه خارجين باقي ما ساليناش الشكايه ديالهم اللي بداعيين، وتعمدوا يديروا داكشي اللي دعوني ليه، تعمدوه. والمشكله طاحت عند نفس نائب الوكيل شدها ورقد عليها. ملي بديت نغوت ومشيت درت شكايه للوكيل الملكي في محكمه الاستئناف، الثاني قال لي حفظوها لهذا ما كاينش اثبات، هذا اثبات وسبقيه الملك، وداير ملف سبقيه الملك ملف 1137. هذا الملف 1137 كيتعلق بالمرحله الاولى اللي كنت فيها انا مدعى عليه وهي مدعيه. دوكا انا مدعي وهي مدعى عليه، والزمن ماشي هو الزمن. هي دعاتني في قبل بما يتعلق قبل 6/2012، انا دعيتهم من 6 وراء من بعد 6/2012. هو قال لهم لنا راه بحال سبقيه الملك 1137. وملي كنكتب نشكي كيديروا لي خدمه الفاكتور، كيشدوا الشكايه ديالي كيكتبوا لي كيقول لهم دير حنا رسلناها للجهه المختصه. الجهه المختصه شكون هي؟ هو اللي دار هذاك الشيء. كيكتب لهم كيقول لهم لا راه فيه الحفظ، كيعاود يكتبوا لي انا كيقول لي راه تاخذوا لي قرار الحفظ. صراحه كيديروا خدمه الفاكتور وغاديين وانا كنتسنى. كنطلع الرباط نهود من اسفل، نطلع الرباط نهود الشكايه، الوزاره العدل، ها النيابه العامه، ها هما صيفطوها للنقد وكدور القضيه ما كاين حتى شي نتيجه.